خلصنا السطر 38 وهنبدأ نشتغل في السطر 39. اول حاجة هنبتدي نطلع تلات سلاسل علشان نعمل تجميعة عواميد في الخمس عواميد اللي معانا. ادي اول 3 سلاسل، هندخل في تاني عمود على طول، تالت عمود، الرابع، وادي معانا الخامس. بعديها هنجمعهم كلهم في غرزة واحدة. بعد كده هنشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهنيجي ننزل هنا في الفراغ ونعمل زيادة في المربعات، هنعمل عمود بلفة واحدة. بعديها سلسلتين وهننزل نعمل عمود فوق العمود. هنعمل كام وحدة مربعة؟ هنعمل 3. ادي اول واحدة وادي التانية، ادي مربعين معانا، احنا عايزين يكون معانا 3 مربعات، وادي 3 مربعات. بعديها هنبدأ نشتغل 10 عواميد متصلين. احنا عملنا اول عمود، هنشتغل فوق ال3 عواميد دي 3 عواميد، يبقى كده معانا هنشتغل ال4 عواميد فوق ال4 عواميد. هنبدأ بقى نكمل ال10، بدل ال2 هنشتغل عمودين، بدل السلسلتين عمودين، بقوا كده معانا 6، وعمود فوق العمود يبقى 7، يبقى العمود فوق العمود هنا معانا 7. بعديها هنشتغل سلسلتين، هنشتغل عمودين كمان، ادي 8 وادي 9، وعمود فوق العمود يبقى كده معانا ال10، يبقى كده عملنا 10 عواميد ورا بعض. بعديها هنشتغل وحدتين مربعين فاضيين، ادي اول مربع، سلسلتين وعمود، سلسلتين، وهننزل في المربع، اول عمود هيقابلنا، يبقى كده عملنا المربعين. بعديها هنشتغل 7 عواميد. احنا هنا عملنا اول واحد، هنشتغل ادي 2 3، كلها عواميد تحت هنشتغل فوقيها، 4 5 6 7، يبقى عملنا 7 عواميد فوق ال7 عواميد. بعديها هنشتغل 6 مربعات فاضيين، هنعمل 6 مربعات. ادي اول مربع، دي 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. السادس هيكون الزيادة اللي احنا بنعملها زي ما بنعمل في اليمين هنعمل في الشمال. بعديها 5 عواميد، 5 سلاسل، اسفة، 2 3 4 5، 5 سلاسل، ونيجي هنا نعمل تجميعة العواميد. يبقى كده احنا عملنا الجزء الاول في الشغل المفرش هنا معانا. عملنا اول حاجة تجميعة العواميد، بعديها عملنا 4 مربعات مفرغين، بعديها عملنا 10 عواميد ورا بعض، بعديها مربعين، بعديها 7 عواميد، بعديها 1 2 3 4 5 6، معانا 6 مربعات، 5 سلاسل تجميعة عواميد. طيب الجزئية دي بقى هنشتغل فيها ايه؟ هنشتغل فيها هنعمل 5 سلاسل، وهنيجي عند اخر عمود وهنعمل عمود. بعديها هنشتغل 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، ونيجي نتخطى ده كله ونيجي هنا عند اول عمود ونشتغل عمود بلفة واحدة. ده الشكل معانا. بعديها 1 2 3 4 5، 5 سلاسل، وهنلف الخيط على الإبرة ونيجي نعمل تجميعة
العواميد بتاعتنا. 3 4 وادي 5، ونسحب كله في غرزة واحدة. يبقى هنا عملنا تجميعة العواميد بتاعتنا 5 سلاسل عمود في اخر عمود، بعديها 6 سلاسل، وبعدين عملنا عمود 5 سلاسل، وبعدين تجميعة العواميد. وده شغل السطر اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، هنكرر تكرار لحد اخر السطر. كده خلصنا السطر 39 وهنبتدي السطر 40. هنقفل السطر الاول. انا بفكركم كل دور علشان يكون معروف القفلة بتكون ازاي. هنعمل لفتين على الابرة ونيجي هنا عند راس التجميعة وهنعمل عمود بلفتين. تمام. هنبدأ نرتفع 3 سلاسل، دي بداية السطر 40. 3 سلاسل وهنلف الخيط على الابرة وهنشتغل 4 عواميد علشان يكون معانا 5 عواميد. 1 2 3 4. بعديها هشتغل 5 سلاسل، واجي هنا هعمل تزايد في المربعات زي كل دور. نلف الخيط على الابرة ونيجي هنا في ال5 سلاسل نعمل عمود بلفة، سلسلتين وهنعمل عمود بلفة في اول عمود. طيب احنا هنا هنعمل كام مربع؟ هنعمل 4 مربعات. ده اول واحد، ادي التاني، ادي التالت، أربعة. يبقى كده معانا 4 مربعات. بعديها هنشتغل 10 عواميد بلفة. احنا عملنا اول واحد، احنا هنا معانا ال10 هنشتغل فوق ال10 دول، يعني كل عمود هيبقى فوقيه عمود. ونعد ونتأكد. 3 4 5 6 7 8 9 وادي اخر عمود معانا 10. طيب احنا كده عملنا 5 عواميد، 5 سلاسل، 4 مربعات، بعديها عملنا 10 عواميد. بعديها هنشتغل الوحدتين دول هنشتغلهم زيهم بالظبط، يعني هنعمل سلسلتين وننزل في اول عمود هيقابلنا، وبعدين نعمل سلسلتين وننزل في اول عمود هيقابلنا. يبقى كده عملنا وحدتين مربعين. بعديها هشتغل 4 عواميد. دايما احنا بنكون اشتغلنا اول واحد فيهم، ده بنحسبه معانا. يبقى 1 وادي 2 3 4. يبقى كده انا اشتغلت 4 عواميد بلفة واحدة. خلاص انا اشتغلت هنا ال4 عواميد. هبدأ اشتغل 8 مربعات معايا. كل دور هنعد فيه لان كل دور بالعد. ادي هنتخطى العمودين وهنعمل ادي اول عمود، سلسلتين، تاني عمود، كله بالعد. الفيليه كل شغل الفيليه بالعد. 3 سلسلتين هنعمل 4 سلسلتين هنعمل 5 سلسلتين هنعمل 7 سلسلتين. 1 2 3 4 5 6. لا احنا كده لسه 7 اهو. سلسلتين هنعمل 8. نتأكد برضو تاني. 1 2 3 4 5 6 7 8. بقى معانا 8 مربعات. بعديها هنشتغل 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. وهاجي الف الخيط على الابرة، وهنا عند الجزئية الفراغ اللي بين التجميعة والعمود هشتغل 5 عواميد بلفة واحدة. 1 2 3 4 ادي 5. طيب
الفراغ الست سلاسل ده هنعمل فيه ايه؟ انا هنزل من بعد ما عملت ال5 عواميد، هنزل في ال6 سلاسل على طول واعمل غرزة حشو. بعديها الف الخيط على الابرة واروح عند المكان بين العمود والتجميعة واشتغل 5 عواميد بلفة واحدة. 1 2 3 4 5. وبكده انا خلصت الجزئية دي. كل السطر كده خلص معايا. يبقى السطر بتاعنا كان عبارة عن 5 عواميد، 5 سلاسل، 4 مربعات فاضيين، بعديها عملنا 10 عواميد، مربعين فاضيين، 4 عواميد، 8 مربعات فاضيين، بعديها 5 سلاسل، 5 عواميد، ونزلنا بغرزة حشو، بعديها طلعنا تاني ب5 عواميد. وبكده هنبدأ نكرر كل السطر تاني لحد آخر السطر. كده خلصنا السطر ال40. آخر حاجة فيه هنقفل السطر. احنا عملنا هنا غرزة الحشو، عملنا ال5 عواميد وغرزة الحشو. هنيجي هنا عند تالت سلسلة ارتفاع وهنسحب ونعمل منزلقة، بعديها هنرتفع 3 سلاسل، وهاجي هنا هبدأ اعمل تجميعة عواميد، يعني اجي في تاني عمود وابدأ اعمل عمود غير مكتمل، وكده نعمل كل العواميد بنفس الطريقة لحد ما نخلص ال5 عواميد، يكونوا معانا 5 حلقات على الإبرة، ونسحب كله في غرزة واحدة. بعديها هبدأ اشتغل 5 سلاسل، 4 5، ونيجي هنا عند اول فراغ هنعمل لسه تزايد معانا في الوحدات المربعة، هنعمل عمود، سلسلتين، هنعمل عمود فوق العمود. طيب دلوقتي هنعمل كام وحدة مربعة؟ هنعمل 6 وحدات مربعة. احنا عملنا اول وحدة هنعمل سلسلتين ونعمل التانية، هنبدأ نعمل سلسلتين ونعمل تالت وحدة. احنا عايزين يكون معانا 6 وحدات، 2 سلسلتين ونعمل العمود. بقى كده معانا كام؟ معانا 1 2 3 4 سلسلتين، هنعمل عمود فوق العمود. بقى كده معانا 5 وحدات، احنا المفروض يكون معانا 6. هنعمل سلسلتين ونتخطى عمودين ونيجي هنا عند العمود الثالث ونعمل عمود فوق العمود. يبقى كده معانا 1 2 3 4 5 6. بعديها هبدأ اشتغل 10 عواميد. انا هنا عملت اول واحد، هنعمل ادي التاني 3 4 5 6 7. هنيجي هنا في السلسلتين هنعمل العمودين 8 و9 والعمود فوق العمود ادي كده 10. يبقى كده احنا عملنا 6 وحدات مربعة، بعديها عملنا 10 عواميد. بعديها هبدأ اعمل 4 وحدات مربعة مفرغين طبعا. ادي اول وحدة، سلسلتين، هنا في عواميد نتخطاهم ونعمل تاني وحدة ونتخطى العمودين ونعمل فيه تالت، سلسلتين، نعمل الوحدة التالتة، سلسلتين ونعمل الوحدة الرابعة. يبقى كده معايا 4 وحدات مربعة. بعديها هبدأ اشتغل 10 عواميد. طيب احنا دايما بنكون عملنا اول عمود في العواميد اللي احنا مطلوبة مننا. ادي اول عمود، هنا هنعمل التاني والتالت بدل السلسلتين 3 4 هيكون عمود فوق العمود، 5 و6 بدل السلسلتين في الفراغ، 7 عمود فوق العمود، 8 و9 في مكان السلسلتين، دي 8 ودي 9، والعاشر هيكون عمود فوق العمود. يبقى كده معانا 10 عواميد ورا بعض. بعديها هنشتغل 4 وحدات مربعة.
ادي سلسلتين وننزل في المربع، يبقى كده عملنا اول وحدة. سلسلتين وننزل في المربع اللي بعديه، يبقى كده تاني وحدة. سلسلتين وننزل في التالتة، ادي كده 3. سلسلتين ونعمل التزايد بتاعنا في الفراغ، هيكون كده رابع وحدة مربعة معانا. يبقى عملنا 4 وحدات مربعة. بعديها هنعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وهاجي هنا هيقابلني العواميد، 5 عواميد و5 عواميد، وهنا غرزة الحشو. اول حاجة هشتغل في ال5 عواميد دول، هبدأ اعمل فيهم تجميعة عواميد. دي اول عمود، تاني عمود ما بكملوش، 3 4 وادي 5 عواميد ما كملتهمش، ومعانا ال5 حلقات. وادي الستة دي بتاعت الشغل نفسه، هنسحب كله بغرزة واحدة. بعديها هعمل سلسلة واحدة وهلف الخيط على الإبرة واعمل تجميعة للعواميد ال5 التانيين اللي موجودين معانا. دي اول عمود، دي التاني، سيب الحلقة على الإبرة، ادي 4 وادي 5، واسحب كله في غرزة واحدة. وبكده هنبدأ نشتغل 5 سلاسل ونشتغل وحدات الفيليه هنا تاني. يبقى السطر كده هنبدأ نعيده ونكرره. يبقى اول حاجة معانا عملنا تجميعة العواميد، 5 سلاسل، 6 وحدات مربعة، 10 عواميد، 4 وحدات مربعة، 10 عواميد، 4 وحدات، 5 سلاسل، بعديها تجميعة العواميد، سلسلة، تجميعة العواميد. وبكده ده السطر هنخلص بنفس الطريقة، داير ما يدور السطر كله. كده خلصنا السطر ال41. هنبتدي مع بعض السطر ال42. هنا كان معانا اخر حاجة اشتغلنا تجميعة العواميد، بعديها سلسلة، وبعديها قفلنا بمنزلقة في راس التجميعة التانية. هنبتدي السطر ال42. اول حاجة هنشتغلها، هنشتغل منزلقات في السلاسل اللي موجودة هنا معانا. هدخل في كل سلسلة وهعمل منزلقة. كل سلسلة من السلاسل اللي موجودة معانا هنشتغل فيها منزلقات لحد ما نوصل لراس العمود اللي معانا. انا هنا اهو عند راس العمود، هدخل اسحب كده. انا وصلت للعمود بعد ما عملت المنزلقات. بعديها هنرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. طيب هنا ال5 سلاسل دول 3 سلاسل بمقام اول عمود، وسلسلتين الزيادة اللي هنبدأ نعملها علشان نكمل المربعات. هنلف الخيط على الإبرة وهنزل في نفس المكان واعمل عمود بلفة واحدة. هبدأ هنا اشتغل الجزء اللي جاي كله عبارة عن وحدات مربعة. انا عايزة يكون معايا 13 وحدة مربعة. انا هنا عملت دي، هنحسبها اول وحدة مربعة معانا. هنشتغل ادي تاني وحدة، 3 سلسلتين، 4 سلسلتين، 5 سلسلتين، 6 سلسلتين، 7 سلسلتين، نتخطى عمودين وندخل في الثالث ونعمل وحدة، سلسلتين ونتخطى عمودين ونعمل في الثالث، يكون معانا كمان وحدة. بعديها سلسلتين، نتخطى العمودين ونعمل كمان وحدة. بقى كده معايا كام؟ نعدهم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. سلسلتين هنعمل ال11، سلسلتين هنعمل ال12، سلسلتين هنعمل ال13. يبقى كده انا معايا عملت 13 وحدة مربعة.
طيب بعديها انا عايزة اشتغل 16 عمود في الجزء اللي جاي كله. انا هنا عملت اول عمود، هبدأ اعد من اول 2 و3 هنعملهم في السلسلتين، 2 3 4 في اول عمود، هنكمل عواميد فوق العواميد ونعد 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و15 هنشتغلهم في السلسلتين. انا بقول كده علشان نكون متأكدين مع بعض في الشغل واحنا ماشيين. ادي اخر حاجة 16. بقى هنا معايا 16 عمود كلهم ورا بعض، 16 عمود. طيب بعديها هبدأ اشتغل 3 وحدات مفرغين، 1 سلسلتين، هعمل التانية سلسلتين، وهاجي هعمل تالت وحدة. بعديها انا هنا عملت تزايد، يبقى اكيد لازم اعمل هنا كمان تزايد. التزايد بتاعي هيكون عبارة عن سلسلتين، وهاجي الف الخيط على الابرة واشتغل في نفس العمود، اخر عمود معانا هشتغل. يبقى كده معايا 4 وحدات مربعين. طيب كده خلاص الجزء ده كله خلص معايا. هبدأ اشتغل اتنقل ازاي للوحدات دي. هنتخطى كل الشغل ده مع بعض، خلاص ده مش هنشتغل فيه ولا السلاسل ولا التجميعات. انا هعمل 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، والف الخيط على الابرة، اتخطى ده كله واجي هنا عند اول عمود هيقابلني في الوحدات المربعة، هشتغل في عمود بلف، وهبدأ اعمل سلسلتين، وهاجي اشتغل في نفس العمود. وده عملنا كده التزايد بتاعنا، اشتغلت عمود في نفس المكان. يبقى كده هنبدأ نكرر كل اللي اشتغلناه هنا. يعني انا هبدأ هنا اشتغل سلسلتين واشتغل عمود علشان ابدأ اشتغل ال13 وحدة اللي اشتغلناهم هنا. يبقى اشتغلنا 13 وحدة مربعة، بعديها اشتغلنا 16 عمود، بعدين 4 وحدات، 3 وحدات الاول، وبعد كده عملنا وحدة عمود سلسلتين عمود في نفس المكان، بقوا معايا 4 وحدات. بعديها 6 سلاسل واتنقلنا وعملنا هنا الزيادة كمان معانا في الطرف التاني، عمود سلسلتين عمود، وهنبدأ نشتغل ال13 وحدة. وبكده تكرار السطر كله ونشتغل السطر داير ما يدور. كده خلصنا السطر، بننهي السطر مع بعض. اخر جزئية بعد ما عملنا حرف ال V اللي هي عمود سلسلتين عمود، هنبدأ هنا نقفل ب6 سلاسل. بس عشان انا عاوزة الشغل يكون في المنتصف، اول حاجة هعمل 3 سلاسل، وبعديها هلف الخيط على الابرة واجي هنا عند تالت سلسلة ارتفاع وهشتغل، هاخد كده عند تالت سلسلة ارتفاع وهشتغل عمود بلفة واحدة. هاجي هنا عند تالت سلسلة ارتفاع وهشتغل عمود بلفة واحدة، يبقى ده يوازي ال6 سلاسل. بعديها هبدأ اشتغل من اول هنا، هشتغل سلسلة وهنزل غرزة حشو في نفس المكان. بعد كده هبدأ اعمل سلسلتين واجي هنا عند اول عمود وهشتغل عمود، بعديها سلسلتين واشتغل عمود فوق العمود. في كل عمود هنشتغل. انا هنا هبدأ اشتغل مجموعات مربعات. اول واحدة معانا دي هنحسبها اول واحدة، وادي التانية هشتغل معايا هنا 9 مجموعات. ادي 3 سلسلتين واعمل 4 سلسلتين
وهعمل 5 سلسلتين واعمل 6 سلسلتين 7 سلسلتين 8 سلسلتين 9. كده بقى معايا نتأكد من العد 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بقى معايا 9 مجموعات. من اول هنا من بداية العمود هبدأ اعد 7 عواميد. هنا معايا اول عمود ادي 2 3 4 4 هيبقى عمود فوق العمود، 5 و6 بدل السلسلتين 5 وادي 6 و7 عمود فوق العمود. كده بقى معايا 7 عواميد، يعني معانا 9 مجموعات مربعات وبعد كده معانا 7 عواميد. بعديها هشتغل مربعين سلسلتين وانزل في عمود، ادي اول واحد، سلسلتين واشتغل تاني عمود. بقى كده معايا 2 مربعين معايا فاضيين. بعد كده هشتغل من اول العمود ده هبدأ اشتغل 25 عمود. انا هنا عملت اول عمود، هنبدأ بقى نعد 2 3 4 في اول عمود هيقابلنا، وفوق العواميد بقى هنشتغل ونعد 5 6 7 8 9 10 11 12 13. خلاص انا هنا عملت ال25 عمود ورا بعض. بعديها هنا دول اللي باقيين عندي، هشتغل في الجزئية دي اشتغل مربعين فاضيين، ادي 1 وادي 2. هاجي هنا عند دي وهشتغل 2. بعديها هعمل سلسلتين وهاجي هنا في المنتصف اشتغل غرزة حشو. بقت اتكونت عندي مجموعة كمان، يعني بقوا معانا 3. هنبدأ نكرر من اول هنا تكرار كل اللي احنا اشتغلناه، يعني من بعد غرزة الحشو هبدأ اعمل سلسلتين واجي هنا عند اول عمود انا موجود عندي هنا هشتغل فيه عمود، وابدأ اعمل بقى سلسلتين وهنعمل عمود، سلسلتين هنعمل عمود. طيب هيبقى عندي هنا كام؟ 9. 9 هنعد منهم دي وحدة معانا، يعني هنعد دي وحدة بعد غرزة الحشو، وهنبدأ نعد من أول مجموعة أو أول فراغ عملناه، يعني من هنا 1 2 3 وهكذا لحد ما نوصل ل9 مجموعات. بعديها هنشتغل 7 عواميد، ده السطر اهو، بعديها مجموعتين، بعديها 25 عمود، بعديها مجموعتين، وتالت مجموعة اللي هي بننزل في غرزة الحشو دي هنعدها معانا مجموعة. وده كده السطر تكرار لحد اخر السطر. كده خلصنا السطر 43. اخر حاجة عملناها ان احنا هنا جينا عملنا غرزة حشو في غرزة الحشو اللي احنا عملناها، وعملت منزلقة في غرزة الحشو. طيب دلوقتي هنبدأ السطر 44. اول حاجة من غرزة الحشو هشتغل 5 سلاسل 3 4 5. بعديها هاجي هنا عند اول عمود هيقابلني وهشتغل عمود فوق العمود. طيب انا هحسب دي وحدة مربعة معايا علشان ابدأ اعد. اول حاجة بعديها هنشتغل كام مربع؟ انا عايزة 4 مربعات، ده هحسبه اول مربع معايا، سلسلتين هنعمل التاني، سلسلتين هنعمل التالت، سلسلتين هنعمل الرابع. يبقى كده انا معايا 1
2 3 4. طيب بعديها هنعمل ايه؟ هنعمل 4 عواميد. 4 عواميد. احنا قلنا لما نكون هنعمل عواميد بنعد العمود اللي احنا اشتغلناه اوريدي مع المربعات مع عدد العواميد. يعني هنا ده 1 2 3 وادي 4. 4 عواميد اشتغلناهم، يبقى 4 وحدات 4 عواميد. بعديها هشتغل 3 مربعات. ادي اول واحد، التاني، وادي التالت. 3 مربعات. بعديها هشتغل 10 عواميد. معانا اول واحد، التاني، والتالت فوق السلسلتين، الرابع هيكون فوق العمود. هنشتغل فوق العواميد ونعد 5 6 7 8 9 وادي اخر حاجة 10. بقى كده معانا 10 عواميد ورا بعض. بعديها هبدأ اشتغل 3 مربعات. هنعد ادي 1 سلسلتين، هنعمل التاني سلسلتين، هنتخطى عمودين وندخل في التالت، يبقى كده معانا 3 مربعات. بعديها انا عايزة اشتغل 4 عواميد كمان. اول واحد معانا اشتغلناه خلاص، وادي التاني 3 وادي 4 عواميد. بعديها انا عايزة اشتغل 4 مربعات. السطر ده معلش فيه اختلاف كتير عن بقية السطور. هنا هنشتغل 4 مربعات. هنيجي عند اول نعمل سلسلتين، نتخطى عمودين وندخل في التالت. ادي اول مربع، سلسلتين ونتخطى عمودين من تحت، وادي التاني، سلسلتين ونتخطى عمودين، ادي التالت، سلسلتين ونتخطى عمودين، وادي معانا الرابع. يبقى كده انا عملت 4 مربعات. بعديها هشتغل 7 عواميد. اشتغلنا اول واحد بنحسبه معانا في العد، ادي 2 3 4 5 6 وادي مع اخر عمود هنعمل 7. يبقى كده عملنا 7 عواميد. بعديها اشتغلنا 7 عواميد ورا بعض. بعديها هنشتغل مربعين، نعمل سلسلتين وننزل في اول عمود. ادي واحد، سلسلتين هننزل عند اول عمود هيقابلنا بعديها على طول، ادي تاني مربع. تمام. طيب بعد كده هنكمل الشغل ازاي. احنا هنا عندنا شغل غرزة الحشو اللي موجودة معانا. طيب انا هشتغل سلسلتين، وهاجي هنا في غرزة الحشو هعمل عمود، سلسلتين، وهنزل في نفس غرزة الحشو هعمل عمود. يبقى عملت في غرزة الحشو حرف في، عمود، سلسلتين، عمود. بعديها هشتغل سلسلتين واجي عند اول عمود، وكده بدأت اول وحدة من الاربعة اللي انا بدأتهم في الاول. يبقى السطر ده يبقى اشتغلنا هنا السطر كله عبارة عن 4 مربعات، 4 عواميد، 3 مربعات، 10 عواميد، 3 مربعات، 4 عواميد، 4 مربعات. بعديها هنا معانا 7 عواميد مربعين، وبعديها عملنا المربع الثالث اتشكل، يعني 3 مربعات اهي معانا. وبعدين عملنا حرف الفي، وهنبدأ من اول هنا هيبتدي معانا العد تاني، وبكده نكمل تكرار لحد اخر السطر.
كده وصلنا لنهاية السطر ال44. اخر حاجة هنعملها هنقفل السطر. هنعمل سلسلتين وهنيجي هنا عند غرزة الحشو، المكان اللي طلعنا منه بالخمس سلاسل، وهنعمل عمود بلفة. بعديها سلسلتين وهنقفل في تالت سلسلة ارتفاع 1 2 3 علشان يتكون معانا حرف الفي زي بقية السطر. السطر الجديد السطر ال45 هنبتدي بخمس سلاسل 1 2 3 4 5 وهنيجي نعمل عمود في اول عمود، ودي هيكون اول وحدة مربعة معايا في السطر. بعديها على طول هنشتغل 3 مربعات، ادي سلسلتين، ادي اول مربع، سلسلتين، تاني مربع، سلسلتين، تالت مربع. يبقى هيكون معايا هنا 4 مربعات، البداية اللي احنا عملناها والتلاتة، يبقى كده يكون المجموع معانا 4 مربعات. بعديها هشتغل 7 عواميد بلفة. احنا اشتغلنا اول واحد وادي التاني، 3 4 5 6 وهيكون السابع فوق العمود. بعديها هشتغل مربعين، سلسلتين وننزل في اول عمود، ادي كده معايا اول مربع. بعدين نشتغل سلسلتين كمان ونيجي هنا نعمل تاني مربع، يبقى كده عملنا 7 عواميد، بعديها 2 مربع. هنشتغل تاني 7 عواميد كمان. هنا احنا دايما هنحسب اللي احنا عملناه اصلا من عدد العواميد اللي هنشتغلها. ادي هنا اول واحد، ادي التاني، 3 4 5 6 وادي معانا اخر عمود معانا 7. بقى كده معايا 7 عواميد. بعديها هنشتغل مربعين كمان، سلسلتين نتخطى العمودين وننزل في الاخير، هيكون معانا اول مربع. بعديها هنعمل سلسلتين ونيجي عند اول عمود هيقابلني وهعمل عمود، يبقى انا كده عملت وحدتين مربعين. بعديها هشتغل 7 عواميد كمان. اشتغلنا اول عمود، هننزل هنا نشتغل بدل السلسلتين عمودين، ادي كده بقى معانا 4 فوق العمود عمود، وبعدين ادي 5 و6 مكان السلسلتين، وهنا فوق العمود هنعمل 7. بقى كده معايا 7 عواميد. بعديها هشتغل مربع واحد، سلسلتين هنتخطى العمودين ونشتغل عمود، ادي كده عملت مربع. بعديها هنشتغل 13 عمود. انا هنا اشتغلت اول واحد وهبدأ اعد 13. بعد 13 عمود هنشتغل سلسلتين ونتخطى عمودين من تحت ونبدأ نشتغل 7 عواميد جداد. هبدأ اشتغل التاني، 3 4 وادي 5 و6 في السلسلتين، وادي 6 والسابع عمود فوق العمود. خلاص قربنا نخلص الجزئية. بعديها هنشتغل 2 مربع، هنعمل سلسلتين وننزل عمود فوق العمود. بعديها سلسلتين كمان وهنيجي هنا عند حرف الفي. الفي ده الوسط بين كل جزء في الشغل بتاعنا في قلب السطر نفسه. هنيجي هنا هنعمل عمود فوق العمود في الطرف الاول في الفي. بعديها يبقى كده اشتغلنا وحدتين، واشتغلنا العمود بتاع الوحدة التانية في الطرف الاول من حرف الفي اللي موجود معانا. بعديها انا هشتغل سلسلة
وهلف الخيط وانزل هنا في وسط الفي وهشتغل عمود بلفة. بعديها هشتغل سلسلة وهاجي هنا عند الطرف التاني من الفي وهعمل عمود فوق العمود. يبقى عملنا عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، ده كله في حرف الفي. بعديها هبدأ هنا اكرر، هشتغل 4 وحدات، 1 2 3 4. بداية السطر 4 وحدات مربعين، وهبدأ أعمل ال7 عواميد ورا بعض، ونبدأ نكرر كل اللي احنا عملناه هنا. يبقى السطر بتاعي عبارة عن البداية 5 سلاسل عشان ابتدي أول وحدة مربعة، يبقى معايا 1 2 3 4. بعديها 7 عواميد، وحدتين مربعين، 7 عواميد، وحدتين مربعين، 7 عواميد، وحدة مربعة، 13 عمود، وحدة مربعة، 7 عواميد، وبعديها عندنا 2 مربع. وبعديها هنشتغل الجزئية حرف الفي اللي هي عبارة عن عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. وبكده هنكرر لحد آخر السطر. كده خلصنا السطر ال45. قفلت منزلقة في 3 سلسلة ارتفاع. هنبدأ السطر الجديد. هنعمل 5 سلاسل ارتفاع، 1 2 3 4 5. وهنيجي هنا عند اول عمود وهنشتغل عمود بلفة واحدة. وبكده احنا عملنا اول مربع معانا. طيب بعديها سلسلتين وهنعمل تاني مربع. احنا مفروض يكون معانا 4 مربعات. سلسلتين وهنعمل تالت مربع، سلسلتين وهنعمل المربع الرابع. يبقى كده بداية السطر هيبقى معانا 4 مربعات. بعديها هنشتغل 7 عمود بلفة. طيب احنا هنا عندنا 7 عواميد، يبقى هنشتغل 7 عواميد فوق ال7 عواميد، يعني كل عمود هيبقى فوقيه عمود. ونعد العواميد علشان نتأكد من ان شغلنا صح. دي كده 4 وادي 5 6 7. تمام، يبقى كده عملنا 7 عواميد فوق ال7 عواميد. بعديها هنشتغل 5 مربعات. ادي 1 2 هنتخطى عمودين ونعمل تالت مربع، سلسلتين هنتخطى عمودين ونشتغل الرابع مربع. عايزين 5 معانا، وكده معانا 5 مربعات. بعديها هنشتغل 7 عمود بلفة. احنا معانا اول عمود، هنشتغل التاني والتالت في الفراغ، الرابع عمود فوق العمود، ونشتغل 5 وادي 6 وادي 7 عواميد فوق العواميد. بقى معانا 7 عواميد بعد ما اشتغلنا ال5 مربعات. بعديها هنشتغل مربع واحد، سلسلتين وننزل عمود، نتخطى العمودين وننزل في التالت. يبقى كده معانا مربع واحد. بعديها هنشتغل 10 عواميد. احنا هنا اشتغلنا اول عمود فيهم، هنبدأ نعد من اول هنا 2 3 4 عمود فوق العمود. هنعد عواميد فوق العواميد لحد ما نكمل ال10. احنا هنا عملنا 4 5 6 7 8 9 وادي اخر عمود معانا 10. يبقى كده عملنا 10 عواميد ورا بعض.
بعديها انا عايزة اعمل مربع واحد، يبقى هنعمل سلسلتين وننزل هنا نتخطى عمودين وننزل في التالت كده عملنا مربع. بعديها هنعمل 4 عواميد، احنا معانا اول واحد، نعمل ادي التاني 3 وادي 4، بعديها مربع مفرغ، بعديها 7 عواميد. احنا هنا عندنا 7 عواميد، يبقى هنشتغل 7 عواميد فوق ال7 عواميد. عملنا اول واحد، هنكمل ادي التاني التالت الرابع ادي 5 6 وادي 7. اشتغلنا 7 عواميد فوق ال7 عواميد. بعديها هنشتغل مربعين سلسلتين وننزل عمود فوق العمود، وبعدين سلسلتين وعمود فوق العمود. كده انا عملت مربعين بعد ال7 عواميد. هنا هنيجي عند الشغل اللي اشتغلناه في حرف الفي، اشتغلنا عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. المرة دي هشتغل زيها بالظبط، بس بدل السلسلة هيبقوا 2 سلسلة. يعني هنا عملت عمود فوق العمود، بعديها اعمل سلسلتين واجي اعمل عمود فوق العمود، بعديها سلسلتين واشتغل عمود فوق العمود. كده بدأت اكون وحدات تاني معايا. من هنا هبدأ اكرر كل اللي انا اشتغلته، يعني هشتغل 4 وحدات مربعين، 1 2 3. انا كده بدأت في تكرار السطر 4، بعديها هشتغل 7 عواميد فوق ال7 عواميد، وكده بدأت اكرر السطر بتاعي تاني. يبقى هنراجع السطر مع بعض. احنا بدأنا السطر ب5 سلاسل، وده اتكون معايا اول مربع. اتكون معايا كام مربع؟ 1 2 3 4 مربعات، بعديها 7 عواميد عملناهم فوق العواميد، بعديها 5 مربعات، 7 عواميد مربع، 10 عواميد مربع، 4 عواميد مربع، 7 عواميد، وبعديها اشتغلنا مربعين وجينا هنا بدأنا نشكل مربعات جديدة معايا. عملنا عمود سلسلتين عمود سلسلتين سلسلتين، وبكده هيكون بين كل شغل الفيليه من هنا لهنا هيكون العدد معايا 1 2 3 4 5 6 7 8. ونبدأ في شغل الفيليه الجديد بقى كله شغل متساوي زي بعضه. وبكده هنبدأ نكرر كل السطر تاني ونخلص السطر كله ونرجع للسطر الجديد. كده خلصنا السطر 46، قفلنا بمنزلقة في في تالت سلسلة ارتفاع. هنبدأ دلوقتي نشتغل السطر الجديد. هنقول اول حاجة هنرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. بعديها هنشتغل في اول عمود هيقابلنا هنعمل عمود، وبكده احنا كونا اول مربع معانا. انا هنا عايزة 5 مربعات، ادي اول واحد ادي التاني 3 4 سلسلتين وهنتخطى عمودين هنعمل 5 مربع معانا. بقى كده معايا 5 مربعات. بعديها هنشتغل 4 عمود. احنا هنا بنعد طبعا العمود اللي احنا عملنا بيه اخر وحدة، يبقى دي 1 2 3 وادي 4. بعديها هنعمل 5 مربعات، دي 1 2
سلسلتين نعمل 4 سلسلتين نعمل 5. بعديها هنعمل بعد ال5 مربعات هنعمل 7 عمود. عملنا اول واحد في تقفيلة المربع، نعمل 2 3 4 5 6 وادي 7. بعديها هنعمل مربع واحد سلسلتين وننزل عمود في اول عمود هيقابلنا. بعديها هنبدأ نعمل 7 عواميد كمان. احنا هنا عملنا اول عمود، هنشتغل 6 عشان نكون ال7. ادي 2 3 4 5 6 وادي 7. يبقى عملنا 7 مربع 7. هنعمل مربع كمان نتخطى العمودين وندخل في التالت، بقى معانا مربع كمان. وبعديها هنشتغل 7 عمود كمان. معانا اول عمود، التاني والتالت هيكون في الفراغ. 1 2 3 في اول عمود هيقابلنا. اسفة 1 و2 دي مع الواحد هيبقى 3 وده هيكون 4. هنكمل 5 6 وادي 7. بعديها هشتغل مربع كمان، نعمل سلسلتين ونعمل مربع عمود فوق العمود. بعديها هشتغل 7 عمود كمان. اشتغلنا اول واحد، هنعد 7 2 3 4 5 6 7. بعديها هشتغل 3 مربعات. ادي اول واحد، ادي التاني، وادي تالت مربع. طيب احنا هنا لو جينا شفنا بعد العمود اللي احنا عملناه في تالت مربع، لو بالتوازي هنا هنشوف ان هو نفسه البداية اللي عند الفي، منتصف الفي، يعني ده نص الشغل بتاعنا. طيب لما نيجي هنا نوصل عند نص الشغل هنعمل حرف في، هنعمل عمود سلسلتين عمود. يبقى بعد ما اشتغلنا 3 مربعات هنشتغل حرف في، هنشتغل حرف في عمود سلسلتين عمود. بعديها هنبدأ نكمل مربعات عادي، وهيكون بداية المربعات عندي هنا هيكونوا 6. هنعدهم مع بعض. دي 1 2 3 4 ادي 5. وهنكمل نتخطى العمودين ونيجي هنا نعمل رقم 6. يبقى بين كل شغل فيليه من هنا ومن هنا هنشتغل اخر جزء 3 مربعات. بعديها نعمل حرف الفي، بعديها 6 مربعات، ونبدأ هنا نشتغل تاني زي ما احنا بدأنا السطر. نكمل شغل الفيليه بتاعنا اللي احنا هنبدأ نشتغل 4 عمود، وبعديها هنعمل 5 مربعات وهكذا. يبقى كده ده شغل السطر بتاعي كله. هنعيده مع بعض تاني. احنا هنا ابتدينا ب5 سلاسل، عملنا 1 2 3 4 5 مربعات، 4 عواميد، 5 مربعات، 7 عواميد، مربع، 7 عواميد، مربع، 7 عواميد، مربع، 7 عواميد. يعني عملنا 4 مرات 7 عواميد. بعديها هنعمل 3 مربعات، وبعدين حرف الفي،
وبداية السطر الجديد هيكون 6 مربعات، ونكمل بنفس الطريقة. وبكده نكمل داير ما يدور السطر لحد ما نخلص السطر ونرجع تاني.